اهلا بيكم معانا النهارده في قناه فاطمه العربي التبر وير. النهارده انا جايه لكم بتجربه كده سريعه. العلبه دي المفروض دي علبه لطهي البيض في الميكرويف على دقيقه او دقيقه ونص ماكسيمم. احنا المفروض بنضرب البيض وبنحطه وبنحط معاه معلقه ميه صغيره على اساس ان دي بتبقى بديل الماده الدهنيه، وبندخلها الميكرويف دقيقه. لو خرجناها حسينا ان هي لسه سايله شويه بندخلها 30 ثانيه كمان بالكتير. العلبه دي انا عملت فيها كفته من كام يوم وهنزل لكم الصور بتاعتها في اخر الفيديو. الكفته اتعملت فيها في 4 دقايق. كان عندي مقدار صغير لحمه مفرومه، عايزه اعمل حاجه كده بسيطه للولاد في العشاء. قمت عامله 4 دقايق وخرجتها، قلبت اللي فوق تحت واللي تحت فوق، قلبتها يعني وحطيتها 4 دقايق كمان وكانت الكفته خلصت. النهارده بقى انا هطبخ فيها الرز، كميه رز برده بسيطه. حطيت الرز وحطيت ميه سخنه مغليه وهحط مقدار ملح بسيط وهقلبها في بعضها وهدخلها الميكرويف وهقول لكم التايم بتاعها اخد قد ايه بالظبط ونقول لكم الطعم بتاعها هيبقى عامل ازاي. خليكم معانا. رجعنا لكم بقى بعد ما خلصنا اهو. انا حطيتها 4 دقايق ونص وطلعتها، كشفت عليها، كانت الميه نشفت، قلبتها تقليبه علشان الرز يتردد بقى كاننا بنوطي عليه يعني على البوتاجاز، وقمت حطها دقيقه ونص كمان. احب اكد برضو على حاجه، ان احنا بنحطها من غير دهون، بنحطها على برنامج التسخين وليس برنامج الطهي، فدي معلومه مهمه. طبعا استخدام القطعه دي اجتهاد مني ان انا اعمل فيها، انا عملت فيها كيك، عملت فيها رز، عملت فيها كفته، كل الحاجات دي اجتهاد مني. هو طبق بيض، لكن احنا اصلا عندنا في الاساس حله الرز، وانا هعمل فيديو ليها منفصل لوحدها لان انا طبعا ما بستخدمهاش في الرز بس، بستخدمها في حاجات كتير جدا جدا جدا. فانا بحب الميكرويف، بحب اطبخ في الميكرويف، بينجز معايا في الوقت. ما كنتش عايزه اطلع قطعه كبيره 3 لتر علشان مقدار كوبايه رز او اقل حبه صغيرين، فعملت حاجه سريعه ما اخدتش مني وقت، في 6 دقايق وانا واقفه اعمل اي حاجه في المطبخ، وفي نفس الوقت الاكل صحي من غير دهون، من غير اي حاجه تضر بالصحه. وفكره ان الميكرويف هيتفاعل او مش هيتفاعل، لا طبعا الميكرويف هيبقى مضر لو انا حاطه فيه قطعه مش مخصصه للميكرويف او قطعه البلاستيك بتاعها اي حاجه. دي الفكره اللي احنا شرحناها خالص في الاساس في تبر وير من قبل، في اول فيديو بتاع تعرف ايه عن تبر وير. لكن انت هنا بتتكلم في قطعه تبر وير، القطعه نفسها مخصصه يعني متظبطه ان هي تستعمل في الميكرويف، فخلاص يبقى مفيش ضرر، البلاستيك بتاعها مش هيتفاعل، مش هيحصل عنه اي تفاعلات مع التسخين مع اي حاجه. وان شاء الله نشوفكم في فيديو